ولمعرفة طريقة عمل العصيدة الحضرمية بالتمر بكل التفاصيل تابعوا خطوات العمل. ولعمل العصيدة الحضرمية بالتمر بنحتاج التمر، وهو المكون الأساسي في العصيدة الحضرمية بالتمر. ممكن تستخدموا أي نوع تمر رطب تفضلوه. أنا أحب أستخدم في العصيدة الحضرمية تمر الصفاوي، تمر لذيذ وجودته ممتازة وفيه طعم التمر الأصلي يلي يخلي عصيدة التمر مرة لذيذة. بنحتاج لمقدار العصيدة يلي في الفيديو 600 جرام أو نصف كيلو. وبعد ما غسلنا التمر تمام بننزع النوى من جميع حبات التمر، وبعدين بنحط على التمر 6 أكواب ماء مغلي. طبعا قياس الماء 7 أكواب، لكن الكوب السابع بضيفه لاحقا بالتدريج. وبعد ما أضفنا الماء المغلي على التمر بنغطي التمر يتنقع لمدة ساعة كاملة حتى تطرى حبات التمر ويسهل علينا هرس التمر وإخراج العصير الكافي للعصيدة. وبعد مرور مدة تنقيع التمر بننتقل لمرحلة مرس أو هرس التمر. طبعا ممكن بذي المرحلة نعصر التمر المنقوع بالخلاط، لكن هرس التمر أفضل وهي الطريقة الأصلية. وبعد ما تأكدنا أن التمر انهرس تمام بنصفي عصير التمر بالمصفاة من الشوائب حتى نحصل على عصير تمر خالي تماما من الشوائب. وأثناء تصفية التمر بنضيف الكوب السابع من الماء حتى نصفي عصير التمر بالكامل مثل ما هو موضح. حطيت نصف كمية عصير التمر على المصفاة مع إضافة كمية من الكوب السابع من الماء حتى نصفي العصير تماما ويظل فقط قشرة التمر. وبعد ما خلصت تصفية نصف كمية عصير التمر حطيت النصف الثاني من عصير أو مزيد التمر وصفيته تمام. وكده صار عصير التمر أو المزيد جاهز. بنحط القدر يلي فيه عصير التمر أو المزيد على نار هادئة جدا حتى يغلي عصير التمر. طبعا ما نرفع النار من البداية حتى ما ينحرق عصير التمر. وبعد غليان عصير أو مزيد التمر بنشيل من عصير التمر 6 ملعق غرف وبنضيفه لاحقا حتى نحصل على عصيدة ناجحة. وبعدين بننتقل لتجهيز الدقيق. معي هنا
2 أكواب ونصف دقيق أسمر منخول، دقيق البر، وملعقة كبيرة حيدوان. طبعا الحيدوان يزرع في صحاري حضرموت. فائدة إضافة الحيدوان للعصيدة: يعطي رائحة حلوة للعصيدة، وكمان مرونة ولون أغمق للعصيدة. وإذا مو متوفر الحيدوان ممكن تسوي العصيدة بدون حيدوان، كمان يصير الطعم لذيذ. بنخلط الحيدوان مع الدقيق، وبعدين بنحط الدقيق على عصير التمر المغلي، وبنستخدم أداة للعصد. بنحرك بسرعة حتى ما يتكتل الدقيق، وبنستمر بالعصد لمدة 10 دقائق حتى تتكون معنا عصيدة متماسكة. وبعدين بنضيف عصير التمر يلي شلناه سابقا بالتدريج، وبنستمر بعصد العصيدة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف مع إضافة عصير أو مزيد التمر. كيفية عصد العصيدة: أولا بعد إضافة الدقيق إلى عصير أو مزيد التمر المغلي بنعصد العصيدة لمدة 10 دقائق، وبعدين بنضيف عصير التمر وبنعصد أيضا لمدة 10 دقائق، وبعدين بنحط كمية من عصير التمر وبنغطي العصيدة لمدة 5 دقائق، وبعدين بنعصد لمدة 10 دقائق، وبنضيف عصير التمر وبنعصد أيضا لمدة 10 دقائق، وبنفس الطريقة يلي شرحتها حتى يمر وقت استواء العصيدة. وكلما عصدنا العصيدة لفترة طويلة كلما كانت النتيجة أفضل. بتصير معاكم العصيدة مرة لينة وبتختفي أي تكتلات إذا كان بالعصيدة تكتلات. وبعد مرور وقت استواء عصيدة التمر حطيت شوية من زيت السمسم. هو اختياري لكن بيعطي للعصيدة ليونة وبيسهل علينا ترتيب العصيدة. بنحرك العصيدة شوية حتى يندمج زيت السمسم مع العصيدة. وبعدين بنقدم العصيدة. طريقة تقديم العصيدة مثل ما هو موضح: بحط كمية من العصيدة في صحن التقديم وبرتبها بمساعدة زيت السمسم. تقدم عصيدة التمر الحضرمية أساساً مع زيت السمسم، وممكن كمان نحط عليها سكر أو عسل، وممكن تقدموها كذا بدون عسل أو سكر، وممكن نكتفي فقط بزيت السمسم. طعمها لذيذ بجميع الحالات. جربوا العصيدة الحضرمية بالتمر، مرة لذيذة ومشبعة. وأخيراً أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكراً للمتابعة. في أمان الله.